كان عثمان بن عفان هو صحابي جليل، ثالث خلفاء الراشدين، رابع من المسلمين الأوائل، رابع من أسلم من الرجال، وأحد المبشرين من الجنة، وهو كتاب الوحي. تزوج عثمان بن عفان ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، لذا لقب بذو النورين. صفاته: كان عثمان بن عفان ساخيا غنيا وكريما مع الناس. أعماله: جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، وهو المشهور اليوم بمصحف عثمان بن عفان. أنشأ ووسع المسجد النبوي، أنشأ أسطولا بحريا، واشترى بئر رومة من اليهود. بئر رومة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعله للمسلمين فيضرب بدلو في دلائهم وله بذلك مشرب في الجنة. تصدق بكامل ثروته إلى الفقراء في عام المجاعة. حادثة موته: قتل عثمان بن عفان مقتولا على أحد أعداء الله في منزله بحادثة سميت بشهيد الدار.